ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه رامي جمال الجديده، اغنيه هيبدا يتكلم. لسه نازله كده بقى حبه حلوين، يلا بينا. اغنيه رامي جمال الجديده اغنيه هيبدا يتكلم، وهي اغنيه من كلام محمد البنداري ومن الحان محمد شحاته ومن توزيع احمد عبد السلام. من الاغاني اللي هتبقى علامه كويسه جدا لتاريخ رامي جمال. شايف ان هي اغنيه دراما كويسه ان هي تنزل في وقت زي ده، ان احنا خلاص على دخول الشتاء، خلاص بنودع الصيف، فان احنا نبتدي ان احنا نسمع اغاني دراما او اغاني من النوعيه دي كتير. احنا بنحب النوعيه دي يا جماعه، مين فينا ما بيحبش الاغاني الدراما او الاغاني اللي بتبقى حزينه شويه، وخصوصا كمان على دخول الشتاء اللي احنا داخلين عليه ده. شايف ان هي من العناصر اللي كانت قويه جدا فيها، او من ضمن الايجابيات التوقيت كان صح قوي، وشايف ان هو عنده اختيار كويس ان هو ينزلها في التوقيت ده بالتحديد، وانا متفائل بيها ان هي تطلع ترند. هي فعلا الاغنيه تستاهل، فيها كذا عنصر قوي جدا وهقول لكم عليها، وهقول لكم ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. لو انت لسه جديد بتشوفني اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كده محتوى اقدمه اكتر واكتر، وشارك في كل مكان لكل اصحاب قناه تقدروا ما تنسوش. انتوا يا جماعه بقى انتوا عارفين مش هوصيكم، كلكم على راسي من فوق، اي حد بيتابعنا وبيتفرج عليا، بس انتوا اظبطوني لايك وشير وسبسكرايب. ضمن الايجابيات كانت التوزيع كمان احمد عبد السلام كان قوي جدا. شايف ان هو عامل توزيع كان محترم، عنصر كان مهم واساسي في الاغنيه. التوزيع كان معمول بطريقه احترافيه جدا، كان معمول بطريقه شيك قوي، وشايف ان هو كان مواكب ولايق جدا على الاغنيه. موضوع قوي وجريء جدا من رامي جمال ان هو يقدم حاجه من النوعيه دي، فهي اغنيه دراما تقيله قوي، وشايف ان هي الفتره اللي جايه المفروض ان هي تاخد حقها بشكل كبير. الكلمات كانت كويسه والموضوع كان حلو، بس حاسس ان هي كانت قليله. لو كانت عمل كوبليه كمان انا شايف ان هي كانت هتفرق. فالاغنيه مدتها ما كملتش 3 دقايق على بعض، ده عيب من العيوب، ان هي حاسس ان هي كانت عايزه كوبليه كمان. شايف ان هي كانت قصيره شويه. الالحان كانت عنصر كويس، بس شايف ان هو ما كانش من العناصر القويه، والاغنيه كان رتمها ابطا شويه مع اللحن اللي اتعمل عليها. شايف ان الموضوع كان هيفرق شويه من وجهه نظري، انا بتكلم معاكم برايي. ما اعرفش اجامل لمطرب او لفنان او لشاعر او لملحن او حتى موزع، اي حد في الوسط الفني بحبه جدا وببقى عاوز استنى منه شغل افضل. فعشان كده بقول لكم الموضوع يا جماعه على فكره كاغنيه كان قوي وكان عاجبني جدا، بس لو كان في كوبليه كمان كان هيفرق شويه في الاغنيه بالنسبه لي. اللحن كان عاوز يطلع احسن من كده، اللحن ابطا شويه، لو كان هادي شويه مع الكلمات التقيله والتوزيع الجامد جدا اللي اتعمل عليها كانت هتفرق كتير جدا بالنسبه لي. برضه عايزكم تقولوا رايكم في الكومنتات، قولوا انتوا شايفين ايه. عاوزه شويه شغل كمان، شايف ان هي كان عايز يتعب عليها شويه حلوين من حيث اللحن ومن حيث الكلمات. التوزيع كان معمول بطريقه احترافيه جدا، التوزيع كان عاجبني جدا من احمد عبد السلام، وانا كنت مقتنع بيه الى حد كبير. طبعا ده غير صوت رامي جمال في الاغنيه، ورامي جمال على فكره من المطربين اللي انا بحبهم جدا، بحب اغانيه بتاعت زمان، البوم ماليش دعوه بحد، والبوم فتره مش سهله. اغاني رامي جمال كلها القديمه او حتى الجديده انا ليه اغاني كتير جدا معاه بحبها وبحب ان انا اسمعها لغايه دلوقتي. بيك فان لرامي جمال، وانا سمعت الاغنيه اكتر من مره عشان اقدر ان انا اقيمها واقول لكم رايي فيها. برضو بحس ان مع الوقت لو انا سمعت الاغنيه بسرعه وعملت عليها ريفيو ممكن ان انا اظلمها، لازم ان انا اخد فيها وقت. اخرت شويه في نزول الحلقه، ادي الاغنيه حقها واعرف اعمل عليها ريفيو كامل ويكون متكامل بشكل كويس. الاغنيه انا شايف ان هي كان تقييمها 6 من 10، لو كان في كوبليه كمان كان هيفرق بالنسبه لي في الاغنيه، انما هي كموضوع واغنيه دراما رامي جمال اغنيه تقيله جدا وهتعمل شغل كويس جدا الفتره اللي جايه. رامي جمال من الفنانين اللي دايما بيتعبوا في شغلهم وهو يستاهل، ودايما ما بيخيبش ظني في معظم الاعمال اللي بتنزل او في معظم الاغاني اللي نزلت الفتره الاخيره. كمان شايف ان هو كان مركز فيها بشكل كبير قوي، واتمنى ليه كل التوفيق، ويا ريت ان هو يستمر اكتر واكتر. ان رامي جمال من الفنانين الكبار جدا دلوقتي، وهو اصلا ملحن موهوب طبعا، ده غير ان هو مطرب عبقري وانا بحب صوته جدا وبحب اغانيه. شايف ان هي كانت عايزه تبقى طويله اكتر من كده، الاغنيه كانت قصيره شويه، اللحن كان سريع حبتين. شايف ان التيمه اللحنيه كانت ممكن تطلع افضل في شغل، شايف في اللحن ممكن يطلع احسن من كده من محمد شحاته. اول مره اسمع اسمه يركز على نفسه ويشتغل اكتر من كده. بالنسبه لي التوزيع كان هو رقم 1 بعد صوت رامي جمال في الاغنيه والكلمات بعديهم، واللحن كان ممكن يطلع احسن من كده. سيبوا رايكم في الكومنتات تحت وقولوا رايكم في الاغنيه، قولوا الاغنيه كانت عاجباكم ما كانتش قد كده، عايز اعرف رايكم. الفتره اللي جايه هسمعها، اكيد هسمعها، لكن برضو ما خدتش عليها بشكل كبير قوي. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد بتشوفني اشتركوا وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كده في محتوى قدامه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحاب قناه تقدروا ما تنسوش. وانتوا كنتوا وحشتوني جدا، وانا عارف ان انا كان بقالي حوالي فتره ما بعملش فيديوهات او ريفيوهات، اعذروني غصب عني. انا ان شاء الله الفتره اللي جايه هرجع اعمل لكم حلقات اكتر واكتر. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. سلام.